وصفة النهاردة هنعمل بيتزا. هنحط 4 كوبايات دقيق، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقتين برضو لبن بودرة صغيرين، وهنحط معلقتين زيت نباتي عادي. عايزين زيت زيتون عادي، بس انا حطيت زيت نباتي عادي. تمام. وهنخلطهم مع بعض، قلبيهم حلو مع بعض، وهنحطهم على جنب. وبعد كده هنجيب كوباية هنحط فيها باكو خميرة فورية، باكو واحد على 4 كوبايات دقيق، ومعلقة سكر، ومية دافية، حبة مية دافيين كده، وهنقلبهم حلو، وهنسيبهم 10 دقايق ربع ساعة حسب ما يتخمروا معاكي. تمام لحد كده. هنا بقى هننزل بمية دافية واحدة واحدة وبالتدريج. اعجيني وحطي المية واعجيني كده لحد ما ياخد معاكي المية المناسبة زي كده، وننزل بالخميرة وبرضو نفضل نعجن. انا قعدت اعجن تلت ساعة لحد ما العجينة بقت معايا كده. ولو عندك عجان هيسهل عليكي طبعا. تمام. بص العجينة كده معايا حلوة. هنا بقى هجيب طبق واحط فيه حبة زيت، وهحط العجينة ترتاح وتتخمر براحتها. تمام. لازم الكيس يتعمل كده عشان خاطر متلزقش. هنا بقى هنعمل صلصة البيتزا. هنحط 3 فصوص توم، على برضو على 3 معالق زيت، وهنجيب 4 طماطم هنخلطهم حلو قوي، ومعلقتين صلصة، وهنحط كمون وكزبرة وفلفل اسود، وحطي زعتر كتير. انا حاطه معلقة كبيرة، معلقة مهرمة كده كبيرة. تمام. وسيبها بقى تتسبك. هنا بقى انا كنت عاملاها بالسوسيس، ودي جبنة رومي وموتزاريلا وزيتون وفلفل وطماطم. شوفوا بقى اللي انتوا بتحبوه، حطوا الحشو اللي يعجبكم. انا حطيت الحشو ده. هنا بقى فردتها، ولازم تعملوا لها حرف كده من الاخر في اخر الصينيه معاكم عشان تطلع شكلها حلو، والحشو كده يبقى مظبوط. هنا بقى ايه، لازم تخرموها كده حلو، تخرموا العجينه حلوه قوي عشان تتهوى وتستوي حلو. هنا بقى ننزل بالزيتون، وهنزل بقى بالطماطم والفلفل، وهننزل بالسجق، واخر حاجه بقى جبنه رومي وجبنه موتزاريلا، وندخلها على نار متوسط. يعني مثلا هنقول 200، انا مدخلها على درجه حراره 200. تمام كده. شوفوا الحشوه اللي انتوا عايزينها. عايزين تحطوا فراخ فاهيتا عادي، عايزين تحطوا اي حشوه انتوا عايزينها عادي. شوفوا الطعم اللي انتوا بتحبوه. انا كان عندي سوسيس، طلعته وقطعته وقلت هنعملها بالسوسيس، واحنا بنحبها اصلا بالسوسيس او بالسجق. ما بحبهاش او بالجمبري، ولا بحبها باللحمه، ولا بحبها بالفراخ. شوف الطعم اللي انتوا عايزينه او اللي موجود عندكم. دي كده تاني واحده اعملها معاكم. تمام. وعايزين تزودوا صلصه برضو عادي، بس انا لقيت يعني ده كده حلو. عايزين تكتروا الصلصه بتبقى حلوه برضو، والزعتر بيديها طعم جميل، ولو في زيت زيتون برضو بيديها طعم احلى. حطوا الحشوه اللي تعجبكم. تمام كده. اه. قولوا لي بقى، بتحبوا الايطالي ولا الشرقي؟ انا بحب الشرقي اكتر من الايطالي الصراحه. بصوا بقى عملت معايا اهو ال4 كوبايات دي عملوا معايا 3 بيتزات. الصينيه كبيره دي اكبر صواني، ما شاء الله. بصوا هشه وجميله ازاي.